قولي بقى، انت معترضه على حاجات باسم في ايه؟ الست اللي كانت بتشتم في باسم دلوقتي. انا معترضه، لازم يبقى في حريه حوار، ومعترضه على الالفاظ الخارجه والوقفات اللي هي يعني خارجه يعني الحاجات اللي احنا شفناها دلوقتي، الست اللي باسم كان جابها وكده وهي بتشتم دلوقتي بتسيء لبلدنا. تمام. لينا لو في وكالات انباء يعني اجنبيه موجوده، الصوره دي بتتنقل بتبقى شكلنا يعني مش حابه حضرتك الموضوع. لا مش حابه الموضوع ولا الشتايم ولا الكلام ده. لا ولا شتايم ولا اي حاجه. بس موافقه ان باسم بيعمل برنامج عادي وبراحته، ولا بتقولي على حاجات معينه معلقه؟ الحوار ممكن نعترضه بردك باسلوب بردك مضاد له، بس بطريقه يعني بردك فيها يعني احترام. يعني بلاش الالفاظ اللي هو بيقولها ما تحبهاش، بس يقول اللي هو عايز يقوله زي ما ناس كتير بتقول. ما نقولش الفاظ خارجه، لان الاطفال والولاد اللي ماشيين بيتعلموا، حتى احتراما ان الناس حبوه فما ياخدوش منه اي كلمه، صح؟ الناس واقفه تتفرج على فكره معترضه، بس بيتفرج على اللي بيحصل. بس مش راضيه، بس فعلا وقفنا وياهم كده. يعني انت قصدك لما تلاقي يعني في ناس تلاقي حد بيشتم او بيعمل بلبله يسيبه ويمشي عشان ما يبقاش هيلاقي نفسه وحده. يبقى احنا بننادي للناس دلوقتي ان كله ايه لما يلاقي في زحمه مالهاش لازمه ما يوقفش. وشتيمه ومهما كان الشتيمه على ايه، المفروض ان احنا نبعد عن المكان بتاعنا. يا رب يسمع من بقك ربنا والشعب يبقى كويس. رافضين اي الفاظ مش كويسه مهما كان، يعني اي شخص في اي برنامج، مش برنامج باسم بس لازم ان احنا نعرف. طب بقول لك بمناسبه ان احنا دلوقتي بنتكلم على الاخلاق، عارفه اللي هي قناه فلول بتاعت سما المصر دي بتشوفيها؟ لا. سما المصر اللي هي المغنيه او الرقاصه. انا بحب اقلب يعني اعرف دولت بيقولوا ايه ودولت ايه، بيبقى جوايا حاجات عايزه. يعني انت حابه احترام الاعلام او الافلام او التلفزيون يرجع زي الاول باخلاقه، صح؟ عايزه برضه يعني مش بنكلم باسم بس، بنكلم كله. الاعلام برضك احيانا بيزيد بيأفور الحاجه شويه. وبعدين النهارده بنتكلم حلو على ناس، بكره بيحصل حاجه ما ينفعش. تمام. لازم يبقى انا واضحه، الاعلام واضح. وبعدين وانا اتشرفت بحضرتك، ربنا يخليكي يعني يا رب يسمع من بقك ربنا. وتتمني ايه لمصر بقى بمناسبه ان احنا بنعمل كده دلوقتي؟ انا بتمنى طبعا الخير لمصر ان شاء الله، وان هي تبقى في تقدم ان شاء الله. يعني انا متفائله خير. امين يا رب. ان شاء الله مصر هتكون كويسه جدا لعلمك. يا رب لازم ان احنا نشوف الوحش علشان نعرف نحافظ